يا جماعه ارسنال الموسم ده بينافس محمد صلاح مش بينافس ليفربول. بجد مع كامل احترامي لفرقه ليفربول كلها، انا مش شايف ان في حد فيهم بيعمل الفرق او بيجيب اجوان او بيعمل اسيستات غير صلاح لحد دلوقتي. محدش يقنعني بغير كده. انا حاسس بجد ان احنا من اول الموسم قاعدين بنجري ورا محمد صلاح، مش بنجري ورا ليفربول. محمد صلاح لحد دلوقتي جايب 17 جون و13 اسيست، وفارق مثلا 3 اهداف عن هالاند اللي هو تاني واحد بعديه على طول. يعني انت فعلا لو فكرتوا فيها وشلتوا اجوان محمد صلاح دي واسيستاته، هتلاقي ليفربول مثلا مركزها ال 15 16 على الدوري. ده غير اصلا ان الاجوان اللي هو مش بيجيب يعني لو هو مش جايب جون او مش بيصنع جون، هو داخل ككونتريبيوشن في الهدف. هتلاقيه مثلا مباصي الباصه اللي قبل الاسيست، او هو اللي فاتح مساحه، او هو اللي عامل حاجه. مش ممكن، مش طبيعي. عمري ما شفت قبل كده بننافس لعيب مش بننافس فرقه. فعلا محمد صلاح اللي بيعمله شيء يعني اعجازي. طبعا مش هنقعد نتكلم بقى على محمد صلاح، هو خلاص كلنا عرفنا ان الفتره اللي محمد صلاح بيلعب فيها دي في ليفربول، احنا سنين قدام هنقول ان احنا كنا موجودين في الفتره اللي محمد صلاح. وفاكر لما صلاح كان بيلعب في ليفربول، وفاكر ايام لما الدوري الانجليزي لما كان فيه صلاح. هي دي الايام والله. انا فعلا متخيل ان هو يعني للاسف لما صلاح يمشي من ليفربول البريمير ليج هيفقد جزء كبير قوي من بريقه، او جزء كبير قوي من اهميته بالنسبه لناس كتير جدا. ولكن هرجع واقول هي دي الفرق اللي بتاخد الدوري، وهي دي الفرق اللي بتنافس على بطولات كبيره. انها لو دايما ركزتوا لازم هيكون في اي فرقه بتاخد البريمير ليج بالذات عندك لعيب بيعرف يجيب لك كل موسم فوق ال 20 جون. هي كده ملهاش. وارسنال بقالهم سنين بيحاولوا ان هم ينافسوا على بطولات من غير ما يكون عندهم اللعيب ده. محمد صلاح ده مثلا في اوحش موسم ليه في الدوري الانجليزي جايب 18 جون. ده اوحش موسم ليه فعلا. يعني ده تخيل كده، ده كده اللي هو مستواه سيء. اسوأ موسم ليه في الثمان سبع ثمان سنين اللي قعدهم مع ليفربول جايب 18 جون. انا عايز اعرف امتى مثلا اخر مره كان عندنا لعيب في فرقه في ارسنال بيجيب فوق 18 جون في الموسم، يعني غير مثلا اليكسيس سانشيز. مش فاكر ان يعني ساكا في احسن موسم تهديفي ليه معانا جاب كام جون. يعني انا مش ده يعني. فانا دايما عندي المشكله دي مع ارسنال، اللي هو انت بتتوقع ان انت هتكسب بطولات وهتكسب دوري وتشامبيونز ليج وتنافس على الكلام ده من غير ما يكون عندك لعيب. ده مستحيل. سيتي لما كانوا قعدوا ياخدوا 4 دوري ورا بعض كان بيبقى عندهم يا اما اجويرو يا اما هالاند يا اما لو مثلا الاثنين دول واقعين عندك الفاريز بيخش يجيب اجوان. لازم. انت عندك مين؟ مع احترام معتمد على هافرتس، خيسوس اللي هو بيتصاب كتير اصلا وبعدين مش عارف يرجع فورمته تاني اللي هي قبل كاس العالم. آم، مين المهاجم اللي عندك بعد اصابه ساكا؟ يعني حتى ساكا ما كانش هو اللعيب ده اللي هو بيفجر الفجر اللي صلاح بيفجره ده. فانت بعد اصابه ساكا دي لما بتلعب حتى الاجنحه العقيمه بتاعتك مارتينيلي تروسرد، مش هقول عليه عقيم بس مارتينيلي مش ممكن. طبعا انتوا عارفين رايي على مارتينيلي، ولكن عمرك ما كان عندك اللعيب اللي هو قادر ان هو يحط لك كل الاجوان دي في الموسم. هرجع واقول ان الماتشات الجايه اللي عندنا حاسمه جدا. لو ركزنا على الخمس ماتشات الجايين لارسنال والخمس ماتشات الجايين لليفربول، هنلاقي ان هم دول برضو يعني ممكن يبقى ليهم دور كبير قوي في الموسم هيبقى شكله عامل ازاي، او الدوري هيمشي بشكل ازاي. يعني لو بصينا على ماتشات ليفربول آم، اللي جايه، مانشستر يونايتد على ارضهم طبعا ده في 3 نقط مضمونه. نوتنغهام فورست بره ارضهم، ده هيبقى ماتش مش سهل. نوتنغهام فورست دلوقتي هم التاني، ونوتنغهام فورست بيقدموا موسم كبير جدا وفعلا مش منافس سهل خالص. وبعدين عندهم ال3 ماتشات مين؟ برنتفورد بره ارضهم، واسبوتش على ارضهم، وبورنموث بره ارضهم. فانا حتى يعني ببص كده على الجدول، يعني مش حاسس حتى ان ماتشاتهم اللي جايه هيوقعوا نقط قدام مين. يعني انت كنت دايما بتعتمد على لا اكيد هيوقعوا ماتش يونايتد صعب. يونايتد واقعين جدا بقى لهم 3 4 ماتشات بيخسروا ورا بعض. كنت دايما تقعد تقول سيتي هو اللي اكيد الفريق اللي كل الفرق قدامه هتوقع نقط. سيتي الموسم ده قديم ادينا شايفين اكسبشن اوحش موسم ليهم من سنين. يعني صعب قوي. يعني اي فريق دلوقتي بيلعب سيتي بيبقى حاسس ان هو لا انا ممكن اكسب اصلا. ما بالك بقى لو ليفربول اللي هم فورمه متالقين وفورمه صلاح الخياليه دي. أم فانت عندك ماتش يونايتد ده 100% هيكسبوه. نوتنجهام ده هو ده اللي هيبقى فيه شويه كلام، مع اني شايف ان هم هيكسبوه برضو، بس شايف ده اللي هو هيبقى فيه شويه تحدي. برنتفورد مع احترامي لبرنتفورد برضو شايف ان هو مش هيبقى ماتش سهل باي اني مينز. وابسويتش في الانفيلد اظن محسومه. بورنموث برضو بره ممكن، يعني ايه، بورنموث برضو بيقدموا موسم كويس مش وحش، بس برضو حاسس ليفربول هتخطوه. لو بصينا بقى على ماتشات ارسنال الخمسه اللي جايين، هتلاقي عندك برنتفورد بره ارضك. ده ماتش صعب جدا. ماتش صعب جدا على فكره. برنتفورد فرقه كبيره ومبويم مع ليفربول بقول ممكن يكسبوهم لان ليفربول عندهم محمد صلاح. انت ما عندكش حد، مع احترامي انت ما عندكش حد.
بعدين عندك برايتون بره ارضك، يعني الماتشين الجايين عندك برينتفورد وبرايتون بره ارضك، الماتشين صعبين جدا. بعدين توتنهام على ارضك، يعني لو قعدنا نقول ده ديربي ومش ديربي وكده، بس توتنهام يعني مستواهم واقع جدا، فاظن ان ده ماتش ممكن نكسبه. بعدين استون فيلا في الاميريتس، الماتش اللي ضيع مننا الموسم. الماتش اللي ضيع مننا الموسم اللي فات فعلا، اللي هو لو كنا كسبنا الماتش ده كنا خدنا الموسم، كنا كسبنا الموسم. الماتش ده هو اللي وقع منك الموسم يعني للاسف. وبعدين عندك وولفرهامبتون، او ويلفز بره ارضك، برضو ماتش صعب جدا. يعني حاسس مفيش ثقه قوي في الفرقه وانا بتكلم، يعني ما عنديش ثقه قوي في اللعيبه انها تقدر تعدي من الماتشات دي. ولكن هرجع اقول كل شيء ممكن. يعني كل شيء ممكن، الماتشات دي صعبه جدا عليك لكن مش مستحيل انك تكسبها. مش مستحيل انك تكسبها. انت لو عايز تفضل فعلا يبقى اسمك بتنافس على الدوري، انت ما ينفعش توقع نقطه كمان. انت الفرق بينك وبين ليفربول عندهم اظن 6 نقط دلوقتي، وهم عندهم ماتش متاجل، يعني هيبقى 9 نقط. فانت محتاج كل نقطه وتامل بقى ان هم اصلا يضيعوا نقط. ودي الحاجه اصلا اللي احنا مش متاكدين منها بالفورمه الخياليه اللي فيها صلاح وسلوت ظابط الدفاع جدا. عندك فان دايك، يعني اصابه جو جوميز بالنسبه لي برده مش اللعيب المؤثر قوي، اللي هو لو وقع ليفربول دفاعهم هيقع خالص. كوينسا ممكن اقول اصلا ان كوينسا احسن منه. وتامل بقى ان ليفربول يوقعوا نقط الفتره اللي جايه، ما عندكش غير كده. بس انت نفسك ما ينفعش توقع نقطه، وعشان ما توقعش نقطه يبقى لازم تكون داخل الماتشات دي كل ماتش ليه خطته يا ارتيتا، كل ماتش ليه تكتيكاته، كل ماتش تعرف التغييرات في وقت صح. لازم هرجع اقول لازم جناح بديل لساكا في يناير، لازم صفقتين في يناير، جناح ومهاجم. بس انا طبعا عارف ارسنال وعارف ان ده مش هيحصل، فهفضل اقول خلينا على الجناح بس. خلينا على الجناح ونامل ان احنا ما يجيلناش اصابات تانية اصلا. ونامل ان احنا كمان، يعني انت عندك تيمبر وبارتي وخصوصا، انا حاطط ايدي على قلبي الثلاثه دول، لان الثلاثه دول انا متاكد هيحصل فيهم اصابه. لازم اللعيبه دي بتحب ما بتصدق تتصاب اصلا. تمام. وعندك كالافيوري بيتصاب اصلا على طول، ماتش او ماتشين لا، فانا مش فاهم برضو ده لعيب احنا جبناه بيزد على ايه. بس خلينا انا شايف برضو لويس كيلي بيقدم ماتشات كويسه جدا ومستوى حلو، وفي بوتنشال كويس جدا. لعيب لسه صغير ولعيب كورته حلوه وبيعرف يخش في النص وبيعرف يهاجم وبيدافع كويس. فانا اصلا شايف ان حتى لو كالافيوري فيت هو زينشينكو، لا، ابدا بلويس كيلي الماتشات الجايه عشان هو استحق ان هو يبقى عنده مكان في ال 11. واخيرا وليس اخيرا، تشيلسي اللي انا كنت برضو فاكر ان هم هيبقوا ممكن منافس حتى لينا او لليفربول. فعلا الماتشين اللي فاتوا اثبتوا لا، ان هو لسه بدري جدا على اللي ماريسكا بيحاول يعمله مع تشيلسي خسروا في فولهام على ارضهم، وخسروا من وخسروا من ابسويتش بره ارضهم. ففعلا اتضح ان تشيلسي، لا، الناس اللي كانت بتقول لا تشيلسي هينافسوا ولا ايه، وبالمر وجاكسون ومش بالمر ومش عارف ايه، لا طبعا خلاص تشيلسي اثبتوا ان هم لا، لسه. يعني الماتشين اللي فاتوا دول كده عشان بيقولوا الناس لا احنا مش منافسين خالص، احنا لسه قدامنا فتره كبيره جدا بعد ما صرفوا مليار ولا حاجه. فانا برضو يعني القلق اللي كان عندي من ناحيه تشيلسي دي، انا ممكن اقول اصلا ان انا قلقان من نوتنغهام اكتر مثلا، او قلقان من الفرق التانية اكتر من تشيلسي خالص. تشيلسي مش فريت. تشيلسي انت كنت اصلا هتكسبهم بره ارضك لولا الفرصه الاخيره اللي هو تروسر حط فيها رجليه فمشيت من قدام هافرتس فما عرفش يدخلها. ولكن تشيلسي مش هو الفريق خالص اللي تقدر تقول عليه ينافس على الدوري دلوقتي، ولا حتى ينافسك. انت محتاج تركز فقط تبص لفوق على ليفربول، ومحتاج ان انت ما تضيعش ولا نقطة تاني ماشي قدام. ده هيحصل ازاي؟ هيحصل لازم محتاجة كذا حاجة. اول حاجة ان انت تجيب صفقة في يناير جناح يمين كويس. تاني حاجة ان انت تدعي ان ربنا يحميك من الاصابات وما فيش حد تاني عندك يتصاب. وتالت حاجة ان انت كل ماتش تخش مركز 100%، تحاول انت اللي تجيب الجون الاولاني، ما تقعدش تتشيس فرقة تدخل فيك جون بالذات لو بره ارضك. وكل ماتش يبقى بخطته، وكل ماتش ليه التكتكس بتاعته، وتتعمل فيه التغييرات في الوقت الصح.